السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباستا فلورا من الحاجات الحلوة والسهلة في نفس الوقت، بتبقى طالعة معانا حلوة جدا، وكمان بتبقى هشة وبيبقى ليها طعم مميز كده لان احنا بنحط فيها مربى. النهارده هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان من غير مضرب ولا عجان ولا اي حاجة. هقول لكم بقى عن المقادير وعلى طول ان شاء الله نخش في الخطوات. الباستا فلورا بتحتاج معانا 3 بيضات، كوباية حلوة كبيرة من السكر البودر، وبعدين بحط لها هنا 4 كوبايات من الدقيق. ايه نحتاج التاني واحنا بنلف العجينه؟ هنحط لها 250 جرام من الزبده، نص كوبايه من الزيت، كيس من البيكنج باودر او حوالي 20 جرام من البيكنج باودر، رشه من الملح وفانيليا. وبعدين بقى بنحب نحط دايما في الباستا فلورا مربى المشمش. اي مربى تانية عندكم حابين تحطوها بدلها هتبقى حلوه برضه، بس هي مشهوره بمربى المشمش. هنبدا بقى مع بعض على طول. هنحط بقى الزبده الاول، وبعدين هنحط السكر. طبعا انا مش مكتره برضو سكر علشان احنا حاطين لها مربى، فمش عايزينها تبقى سكرها كتير. اول بقى هنعمل ايه؟ هندغدغ كده الزبده مع السكر، هنديهم تقليبه بسيطه بالسباتولا. بس مش مستعمله حتى الويسك، لو عايزين تشتغلوا بالويسك ماشي. طبعا حابين تستسهلوا وتشتغلوا بالمضرب، انا بقول للي ما عندوش مضرب سهله جدا الحاجات دي وبتطلع معانا مضمونه. وهحط البيض، هنحط معاه بقى الفانيليا والملح، رشه الملح والفانيليا. هديها بقى تقليبه بسيطه خالص، واحط الزيت كمان. الزيت، عارفين الباستا فلورا عامله زي الطرت، بس الطرت طبعا ما بنحطلوش زيت. كمان ممكن ما نحطلوش بيض. بنعمل ايه؟ بنفس الدقيق مع الزبده ونبدا نشكل. حابين تحطوا له بيضايه بيبقى حلو برضه. اما الباستا فلورا بقى بنحط لها زيت علشان تبقى عامله زي البسكوت هشه جدا اهي. وهنبدا على طول نشتغل بقى بايدينا اهي. هعمل ايه بقى؟ هشيل بقى خلاص السباتولا ونسمي الله كده ونبدا نشتغل بايدينا. بصوا بقت كريمي خالص اهي. هنبدا بقى على طول بسم الله نحط الدقيق، ودايما نحط الدقيق بالتدريج. ممكن ما نحطش كميه الدقيق كلها لغايه ما نقلب البيكنج باودر. وبعدين هبدا بقى الم كده، وسايبه الكوبايه التانيه اشوف هتاخدها ولا لا، بس هي ان شاء الله هتاخدها. واحنا شغالين بنلاقي بقى ايه؟ البسكوته بدات تلم على طول، بنوقف لم فيها، لقيناها عايزه دقيق تاني حاجه بسيطه، ما نملاهاش دقيق علشان ما تبقاش مكتوم. بصوا هي هتاخد كمان شويه كمان من الدقيق، فانا هحط حبه في الكوبايه وهقول لكم خدت قد ايه بالظبط. بصوا بقى البسكوته هشه جدا اهي. مش عايزين نحط كميه دقيق كتير علشان عايزاها تبقى ناعمه زي ما انتم شايفين. لما بتيجي بقى تخش الفرن بتطلع هشه جدا زي البيتي فور بالظبط. النعومه بتاعتها. خدت قد ايه دقيق؟ خدت 5 كوبايات من، احنا كنا محضرين 4 كوبايات، حطيت كمان كوبايه من دي وربع كوبايه كمان. بنحط الدقيق حسب ما الكميه بتاعت السائل بتاخد. في دقيق بياخد كميه سائل حلوه وفي دقيق لا. فانا خدتها لغايه ما بقت زي ما انتم شايفين اهو قدامكم ناعمه جدا. هعمل ايه بقى؟ هحضر صينيه نخبز فيها البسكوته بتاعتنا، بس في الاول هنغسل ايدينا علشان نبدا نشتغل على طول. هنحضر بقى الصينيه اللي احنا هنخبز فيها الباستا فلورا، وبعدين هنجيب بقى العجينه بتاعتنا. هنعمل فيها ايه؟ هنحاول نقسمها كده. هاخد الجزء ده وهحشيه بالمربى، هحطه كده تحت في الارضيه بتاعت الصينيه. حابين تفردوها على ورق زبده او على اكياس، اي حاجه حابين تفردوها عليها عشان تستسهلوا، بس هي زي ما انتم شايفين سهله جدا. طب انتوا حاسين ان هي مش هتتفرد معاكم بسهوله، بس هي اهي سهله قوي. بصراحه الباستا فلورا من احب البسكوتات واخفها وكمان اطعمها، يعني لما تجربوها هتحبوها جدا وسهله زي ما انتم شايفين. بصوا بقى فردتها حلو، وكل السمك بتاعها بيبقى واحد علشان ما تبقاش في حته عاليه عن التانيه. وهجيب بقى المربى وهنبدا بقى كده نحاول بالمعلقه بس او بالشوكه كده
عشان ساعات بيبقى فيه قطع في المربى فعايزينها كلها تدوب. وهوزع بقى كل المربى على البسطه كده. الفلوره بتاعتنا كده البسكوته كلها لازم تكون فيها مربى. هجيب بقى المبشره وهناخد بقى قطعه البسطه اللي احنا شايلينها وهنبدا نبشرها بالمبشره بالراحه، بس خلي بالنا ما نعورش ايدينا. بصوا بتنزل كمان شكلها بيبقى حلو جدا لما بنيجي نبشرها، بتبقى سهله وفي نفس الوقت بتدي شكل حلو جدا بعد ما بتخرج من الفرن. ممكن واحنا شغالين لو حسينا ان في كميه اتحطت في مكان واحد بالراحه كده بنبدا كده نوزعها، بس بالراحه عشان ما نلخبطش الشكل بتاع العجين اللي احنا عاملينه بالطريقه دي. كده بنوزعها كده، او ممكن بنلف الصينيه بتاعتنا لغايه بقى ايه ما الكميه كلها تخلص. بصوا انا ماشيه ازاي مع الصينيه. لو انتوا بقى حد واقف معاكم هيلفها لكم لفه كده لغايه ما تحسوا ان كل الصينيه اتملت بالبسكوت اهي. لو انتوا حابينها تبقى كفايه على كده خلاص عشان شكل المربى يبان، اما لو حابين تخلصوا بقى كل الكميه بتاعتكم برده بتدي شكل حلو جدا. طبعا انا حاطه انا مشغله الفرن، بنشغله على 200 درجه وبنستنى اول ما بتبدا وشها على طول ياخد اصفرار حلو كده هنطلعها مع بعض وبرده هنشوفها ان شاء الله وصلت ليه. بصوا بقى الباستا فلورا طلعناها من الفرن حلوه جدا زي ما انتم شايفين. تقل اللون ده حلو جدا، ما تحاولوش تخلوها تخش الفرن وتقعد كتير علشان كل ما بتقعد في الفرن لونها بيبدا يحمر جامد. حتى وهي بره على فكره طلعتها من 5 دقايق لونها بدا يحمر كمان. هنبدا بقى نقطع فيها، انا لسه مخرجاها ممكن تسيبوها، بس البسكوتات كل ما بتقعد بنعرف نقطعها. اي تقطيعه بقى انتوا بتحبوها ده في ايديكم بقى. بسم الله كده ممكن دي كده نقطعها لوحدها علشان ما تتبهدلش مننا. وخلاص دي هنعملها مربعات كده، ودي برضو ناخدها بزاويه بسيطه. ولو حابين بقى انتوا تقللوا التقطيع بتاعتها. طبعا هي سخنه وفضل تبرد. اهي بصوا دايبه بسكوته حلوه جدا في نفس الوقت هشه جدا. بصوا بقى طالعه حلوه جدا وكمان مش مستحمله. بصوا كمان من جوه هشه بسيطه جدا. الحاجات دي ممكن تعملوها احلى كمان من البيتيفورات. ممكن تبقى تفضل عندنا ونحطها في علبه كمان ونسيبها في التلاجة او بره، بتقعد فتره طويله جدا ومبيجرالهاش اي حاجه. ان شاء الله تجربوها باذن الله وهتعجبكم جدا لما تعملوها بالطريقه دي. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.